شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال من صيام وقيام ومن أعمال صالحات في هذا الشهر المبارك، كما أسأله أن يوفقنا فيما بقي من شهرنا. ثم أشكر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة على هذا البرنامج المبارك القيم، ومما يدل على نجاحه أنه الآن في دورته السادسة، ولله الحمد والمنة. أيها الإخوة في الله، الحديث معكم في هذه الدقائق المعدودة عن خلق الصبر الذي قال الله جل وعلا في أهله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف لا؟ ونحن أيضا في مدرسة الصبر، وهو شهر رمضان، شهر الصبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الصبر؟ الصبر هو الحبس والمنع في اللغة، وهو ضد الجزع. يقال صبر صبرا تجلد ولم يجزع. والصبر في الشرع هو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله جل وعلا وثوابه. قال ابن القيم في تعريف الصبر: الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. فلا صبر مع الجزع والتسخط، وإنما الصبر مع الرضا والحب وتفويض الأمر كله لله. كما أنه لا صبر مع الشكوى إلا أن تكون الشكوى إلى الله وحده جل وعلا، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكما قال عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فعلم أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف ما به من ضر فإن هذا لا يقدح في صبره، والصبر له أهمية عظمى. بل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن الله ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه الله جل وعلا بالصلاة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقرنه بالشكر في قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقرنه بالجهاد في قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقرنه باليقين في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرنه بالتقوى في قوله: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وجاء مقرونا بالحق في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجاء مقرونا بالرحمة في قوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وللصبر أنواع 3 كما قال أهل العلم: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله هي أن يؤدي العبادات التي أمر بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مندوبة، على الوجه المطلوب، والصبر على ذلك. وكذلك أن يمتنع عن المعاصي فيصبر عن الأمور المحرمة كالنظر المحرم والزنا والكذب والزور وغير ذلك من أنواع المعاصي، ويصبر على أقدار الله المؤلمة كالصبر على الابتلاء والمصائب والأوجاع وفوات بعض المصالح وحصول بعض المكاره المقدرة. وكذلك الصبر له ثمرات عظيمة وفضائل كبيرة، منها أن الله تعالى جعل الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله جل وعلا أخبر أن الخير بالصبر مؤكدا ذلك باليمين. أخبر الله جل وعلا بقوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال الله تعالى في هذه الخيرية: قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما أعظمها من خيرية أن يوفى الصابر أجره بغير حساب ولا عد.
وأخبر الله جل وعلا أنه يحب الصابرين، قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. وأخبر أنه معهم، فما أجملها من معية. اصبروا إن الله مع الصابرين. وعلق الله تعالى الفلاح بالصبر والتقوى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأعطى الصابرين عند المصيبة 3 بشائر، كل واحدة منها عظيمة بذاتها. فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وغير ذلك من الفضائل الكثيرة التي لا يسع المقام لذكرها. وشهر رمضان أيها الإخوة الذي نحن فيه هو مدرسة عظيمة للصبر، ونتعلم فيها الصبر، هذا الخلق العظيم الذي يربينا عليه هذا الشهر المبارك. من أجل ذلك سمي بشهر الصبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهر الصبر، و3 أيام من كل شهر صوم الدهر. أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأنه شهر الصبر لما يشتمل عليه من أنواع الصبر كلها، ففيه الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. ففي رمضان الصلاة والقيام والصيام وتلاوة القرآن، وفيه الإحسان والبر والجود وإطعام الطعام والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. كل هذه الأعمال الصالحة تحتاج إلى صبر، فهو صبر على طاعة الله جل وعلا. وكذلك في رمضان كف اللسان عن الكذب والزور واللغو والسب والشتم والصخب والجدال والغيبة والنميمة، وهذا كف عن يعني جهاد وصبر عن معصية الله جل وعلا. وكذلك عن بقية الجوارح ما تقترفه يكف المسلم نفسه عنها. وصبر على أقدار الله. ففي رمضان الصائم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، فيحس في نهاره بألم الجوع والعطش وشدة المصارعة للنفس فيما تشتهيه، فيحتاج إلى الصبر حتى يتغلب على ألم الجوع والعطش والشهوة. فرمضان إذن أيها الإخوة شهر الصبر، وشهر يربي على الصبر. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من الصابرين، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لما بقي من شهرنا، وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النار. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.